مين فينا ما شافش بوستر لعبة وحس ان هو عايز يلعبها، وبعد ما جرب اللعبة اكتشف ان اللعبة اقل بكتير من توقعاته بسبب ان البوستر كان حلو قوي عليها. صورة اللعبة الرئيسية او البوستر هو من اهم عناصر التسويق لاي لعبة نازلة جديدة، لان ده اول حاجة اي لاعب بيشوفها بعينه اول ما يسمع عن اللعبة دي او يعرف اسمها، خصوصا بقى لو اللاعب اللي بيشوف اللعبة دي واحد من الكوليكتورز اللي هم دايما بيحبوا يجمعوا الحاجات اللي ليها علاقه باللعبه اللي هو مستنيها، وليكن مثلا فيجرز، بوسترز، وهكذا. اكيد يهمه جدا البوستر يكون قوي ومشوق وبيعبر عن اللعبه. طبعا كل شركه بتتنافس مع التانيه في ان هم يصدروا بوستر قوي جدا بحيث ان هو يبقى مع الفيجر مع الماب ايا كان الموجود في الكوليكتور اديشن بتاعت كل لعبه. والفرق ده بيخلينا نشوف في الحلقه دي النهارده الفرق ما بين البوسترات زمان ودلوقتي في عالم الالعاب. معكم محمد ياسر من قناة مويا استوديو، خلونا مع بعض نشوف. يا ريت بس قبل ما ندخل الحلقة ونندمج في الموضوع تعملوا فولو او اشتراك في القناة لو انت مش عامل فولو او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو لان ان شاء الله هيعجبكم. وخلونا نبدأ مع بعض موضوع الحلقة. هنبدأ مع بعض زي ما انتم شايفين بوستر برنس اوف بيرشا اللي تم انتاجها سنة 1989. برنس اوف بيرشا وقتها احنا زي ما احنا شايفين في البوستر بتاعها بتتكلم عن حد قوي او حد دوميننت طاغي على الاميرة اللي قاعدة، وفي اتنين تحت بيلعبوا بعض بيبارزوا بعض او كده، في قتال بيحصل. ده بيدينا إيحاء ان طبعا الشخص الغالب في البوستر هو الفيلن او هو الشخص المسيطر في اللعبة، وانت بتبقى بتتحداه وان هو تحدي كبير فمحطوط لك بشكل كبير جدا في البوستر. بنشوف طبعا في البوستر بتاعنا كل حاجة معمولة تحس ان هي مرسومة، ممكن تكون ديجيتال ارت ممكن تكون تراديشنال ارت، بس في الحالتين انت شايف بوستر مرسوم. طبعا مكتوب الاسم كده بالبونت العريض ومرصوص بعديه العناصر. التنفيذ ممتاز، كل حاجة في البوستر ده مظبوطة جدا. ممكن نعمل تعديل بسيط جدا ان احنا بس هنأكد شوية حاجات ونخفي شوية حاجات عشان البوستر يبقى ماشي زي كده ما احنا شايفين دلوقتي، ان احنا قوينا اضاءة القمر وعملنا انعكاس اقوى على الفيلن، وعملنا من تحت كده هالة شوية بالجريدينت بحيث ان يبان ان التركيز كله فوق مش تحت. ودي النسخة الياباني من بوستر برنس اوف بيرشيا. طبعا زي ما احنا شايفين الرسم الياباني اللي هو مايل للرسم المانجا والانمي. ده طبعا البوستر القديم. خلينا نبص على البوستر الجديد اللي هو طبعا برنس اوف بيرشيا ذا تو ثرونز اللي اتعمل سنة 2005، بس المرة دي طبعا من استوديوهات يوبي سوفت. بوستر هم ما عملوش فيه اي مجهود ولا عملوا فيه اي حاجة، هو تقريبا جابوا بطل اللعبة وقفوه وواقف وراه صحراء ومباني كده ومكتوب فوق العنوان برنس اوف بيرشيا ذا تو ثرونز. بس بصراحة انا كنت شايف ان البوستر ده ناقص حاجات كتير جدا، بس اهم حاجة ان هو يبقى البوستر كله على بعضه بلندد، تحس ان هو موضوع واحد. البوستر طبعا تحفة وبيفكرنا بلعبة ممتازة عظيمة جدا، بكل اسف ان هي اتلغت او على الاقل وقفوا انتاجها لفتره كبيره. طبعا ناقص البوستر ده ان احنا نعمل شويه عاصفه ورمل وكده. انا بصراحه عملته بالاي اي، بس الفكره اللي كانت في بالي اديتها بالظبط، البرومبت كان مظبوط، طلع الفكره اللي كانت في بالي وهي اللي احنا شايفينها مع بعض على الشاشه دلوقتي. ان زي ما احنا شايفين التشينز كده والسلاسل اللي طالعه، احنا ليه ما نعملش انيميتد ستورم او في رمله جامده او في حاجه جامده، ندي ايحاء ان المشهد كله لايق على بعضه، المشهد كله مظبوط مع بعضه بلندد مع بعض. طبعا نروح بسرعه كده لبوستر اساسنز كريد 1. طبعا البوستر من احلى البوسترات اللي ممكن تشوفها في حياتك للعبه، وهي معبره جدا عن اللعبه وقد ايه ان هو اساسن وان هو مستخبي وحوالين الناس وهكذا. طبعا مرورا بعد كده بوستر بلاك فلاج اللي هو طبعا من اعظم الاجزاء ومن اعظم الالعاب اللي ممكن تلعبها، والبوستر بتاعه مميز جدا. وبعد كده نشوف ميراج اللي البوستر بتاعه تقليدي جدا وانا شايف ان هو ما بيضيفش اي حاجه. وللاسف لقيت فان ارت، في الغالب هو فان ارت مش اوفيشال بوستر، اعظم بكتير جدا من الاوفيشال بوستر اللي هم عاملينه. المفروض كانوا فعلا يعملوا حاجه زي كده، ان هو بيدي ايحاء الاساسن، الحد اللي هو بيختال حد او الحد اللي هو ليه رهبة وبيشتغل في الخفا وبيطلع يعمل اغتيال او كده ويجري يهرب بتاع. لكن الجو اللي هم عاملينه ده فيري ستيل، مفيش اي حاجة دايناميك. ده حتى البوستر بتاع الجزء الاول كان متفوق جدا في الديناميكية اللي كانت موجودة في العناصر وفي الحركة اللي انت بتشوفها في البوستر. وطبعا حدث ولا حرج بوستر اساسنز كريد شادوز اللي هو لا يمت بصلة للعبة اساسنز كريد. هي تنفع تبقى بوستر بتاع لعبة مختلف عن اساسنز كريد او مختلف عن السلسله، ولكن بكل اسف هم طلعوا من روح السلسله تماما بالجزء ده. وبعد كده نروح للعبه المقربه للقلبي والقلب اي حد بيحب روكستار جيمز وبيهتم بألعابها وتفاصيلها الروكسترية، وهي لعبة جي تي اي. بوستر جي تي اي 1 طبعا كان أقل ما يقال عنه إن هو جاي من استوديو على قده جدا. بوستر مالوش اي 60 لازمه، انت مش شايف اي حاجه غير كلوز شوتس العربيات، مش عارف ايه العربيات، مش عارف رجل اعمال شكله عامل ازاي، اي حاجه
تحس ان هم حاطين بس ايه لقطات كده، انت ده لعبه ليها علاقه بالعربيات مش عارف ايه. بس ليه؟ لان لعبه اسمها جراند ثيفت اوتو، يعني هي بتتكلم عن سرقه عربيات، بس التوجه اللي اللعبه هتاخده بعد كده هيكون اقوى بكتير جدا واكبر بكتير جدا من فكره الجراند ثيفت اوتو، ولكن هيندرج برضو تحت فكرة جراند ثيفت اوتو. وبنشوف بعدها البوستر بتاع اليابان او البوستر اللي تم اصداره في اليابان. وطبعا هنشوف مع بعض ان كل العاب في اليابان بتنزل بشكل مبهم قوي، انت بتبقاش فاهم البوستر بتاعها عايز يقول ايه. زي ما احنا شايفين كده، هم كل اللي هم عاملينه ان هم جايبين تمثال الحريه تحت كلمه جي تي ايه، وطبعا كاتبين العلامه اللي هي بتاعت لعبه الكبار فقط ومش عارف ايه، طبعا مكتوبه بالياباني. خد بالك وقتها البوسترات في الغالب كانت بتبقى نازله الطول قد العرض، علشان البوستر كان في الغالب بيبقى نازل على السي دي هاي من بره الكفر بتاعها، وده كان بيبقى اهم حاجه، قليل لما كنت بتلاقي بوستر طولي او اي 4. بعد كده بنشوف مع بعض بوستر تاني وهو برضو عن جراند ثيفت اوتو 1، بيبقى معمول بطريقة طبعا مستحدثة اكتر، فيها شغل اقوى، بس للأسف انا شايف ان هو كان غير موفق شوية في اللاي اوت. هو ينفع يتفهم شوية اللاي اوت بتاعه، بس انا شايف ان هو عشوائي. هتقولي عشوائي ليه؟ هقولك هو كان ممكن يتعمل هرم مقلوب بنفس الطريقة اللي هم عاملينها، بتوزيع العناصر اللي هم عاملينها، بس يغيروا بس الأماكن. يعني هيحطوا العناصر زي ما هي، الاسم تحت والعربية في النص والمسدس فوق، بس يرحلوا حاجات يطلعوا حاجات وهكذا، زي ما احنا شايفين دلوقتي النسخة اللي أنا عدلت عليها. زي ما احنا شايفين أظن إن كده أحلى بكتير، لأن العين بقت ماشية كويس جدا في البوستر، بقت شايفة اللي انت محتاج تشوفه. هو انت أول ما بتشوف البوستر بتشوف العربية، ويا اما عينك بتنزل لتحت تشوف اسم اللعبه، يا اما بتطلع لفوق تشوف المسدس، وفي الاخر خالص انت هتبقى جوه نطاق فكره اللعبه ان هي مسدس وعربيه واسم اللعبه جراند ثيفت اوتو، ان انت تبقى داخل لعبه اكشن، داخل لعبه فيها موشن، فيها عربيات، فيها مطاردات وهكذا. وطبعا البوستر النهائي ده هو بوستر لعبه جي تي اي اللي كان نازل وورلد وايد كله بونو. هنروح بعد كده لبوستر لعبه جي تي اي 3 اللي هو وراه حكايه جامده قوي. البوستر ده اول ما اتعمل واللعبه كانت نازله امتى؟ كانت نازله في خريف 2001، ولكن لسوء الحظ ويصادف ان احداث 11 سبتمبر تحصل سنه 2001 قبل نزول اللعبه بحاجه بسيطه. اللعبه للاسف كانت بتتكلم عن الارهاب، بس ما كانش مقصود خالص باحداث 11 سبتمبر، ولكن كان مقصود بالارهاب اللي بيحصل وقتها في التايم لاين ده. ويمكن كمان اللعبه كانت اتقفلت تماما وكانت جاهزه للعب قبل احداث 11 سبتمبر. بنشوف مع بعض في البوستر ده ان في برجين وفي قنابل وفي متفجرات وفي ناس بتضرب ناس. كل ده الناس ترجمته على ان اللعبه فيها اسقاط على 11 سبتمبر، وان شركه روك ستار الى حد ما بتستهزأ بالحدث. فطبعا روك ستار جيمز لحقت نفسها ونزلت البوستر التاني اللي احنا شايفينه ده، اللي هو بدايه فكره روك ستار جيمز في البوسترز بتاع جي تي اي، اللي هي بتبقى تايلز كده، انت شايف مربعات وشايف حاجات. طبعا عملوا البوستر ده علشان يلحقوا ينزلوا اللعبه في الاسواق وما تتعرضش لانتقادات تخليها ما تتباعش اصلا، ولكن نزلت في يو كي واوروبا. نزل بالبوستر الاولاني ده، وهي كانت تعتبر اول لعبه جي تي اي نزلت ببوستر منفصل تماما عن فكره بوسترات جي تي اي اللي بعدها، زي جي تي اي 3 في امريكا، فايس سيتي، جي تي اي سان اندريس، جي تي اي في، جي تي اي في. وفي الغالب ممكن يعملوا نسخه لجي تي اي في اي، ولكن حتى الان لعبه جي تي اي في اي نازله ببوستر ان هو جيسون ولوسيا واقفين وبس. بعد كده نروح مع بعض لعبه تيكن اللي كانت نازله لاجهزه الاركيد، وان انت كنت بتروح بتلعبها بكوين وتقعد تضرب كده وتلعب وبتاع بالجويستيك. الموضوع كان لذيذ قوي، بس البوستر ما كانش لذيذ خالص. البوستر كان عباره عن ان هو رصص لك الابطال كلهم تحت بعض بمنظر غريب جدا. طبعا هم ظابطين المنظور زي ما احنا شايفين ان هم حاطين تحت خالص الابطال الفرعيه، وبعد كده الموضوع بيكبر لغايه اهم ابطال او اهم بطل. بس بصراحه كان المفروض يعملوا من تحت كده لو جريدينت، تعمل عمق تخلي عينك تبقى فوق، لان تحت المنظر مش حلو خالص في البليندنج. طبعا وقتها كان الفوتوشوب والحاجات دي كانت ضعيفه شويه ومتواضعه. هنتناقش مع بعض في تصميم الجزء الثامن والاخير للعبه تيكن، اللي بكل اسف انا شايفه كان ضعيف جدا. الفكره نفسها قويه، بس في نفس الوقت التنفيذ ما كانش احسن حاجه. انا شايف ان هم كان المفروض يتخلوا شويه عن حاجات في تصميم البوستر مبرزينها قوي ومخلين شكلها مش احسن حاجه. زي كده ان احنا شايفين تحت البطل في اللي هو الكسر اللي حاصل ده والافكت اللي معمول. انا شايف ان هم ما كانش في اي داعي ان هم يعملوه، كانوا ممكن يعملوا زي ما احنا شايفين دلوقتي التعديل، حاجه غامقه من تحت طالعه لفوق على ما فيش جريدينت، وفي نفس الوقت نكتب تيكن بخط بولد كده زي ما احنا شايفين. هنلاقي ان البوستر يعني اون بوينت جدا ومدي التارجت اللي هو عايز يعمله،
ومن غير ما يعملوا الاشكال الغريبه اللي هم عاملينها دي، اللي هي فعلا كأن البطلين طايرين كده نص طاير وخلاص ما تفهمش فيه ايه. بعدها نروح مع بعض لعبه دبليو دبليو اي اللي كان نازل باسم دبليو دبليو اف راسلمانيا. طبعا في العاب المصارعه بيبقى معتمدين اعتماد كلي ان هم هيظهروا الابطال اللي انت مهتم بيهم في السنه بتاعه الاصدار بتاع اللعبه دي، وبيحطوا لك كده بس ايه في البوستر بتاعهم، ومش اكتر ولا اقل. ممكن يعملوا شويه تاتشات كده بس عشان ايه تحس بالحماسيه، لكن مش اكتر من كده. وبعد كده هننتقل مع بعض البوسترات تانية، زي طبعا البوستر الغني عن التعريف لعبه سماك داون في اس رو 2003 اللي كلنا لعبناها طبعا في السايبرات، وضيعنا وقت وفلوس فيها لما قلنا بس اللعبه دي كانت تحفه، فيها كميه جيم مودز مش طبيعيه، لدرجه ان انا لعبتها من قريب جدا لمجرد بس ان انا افتكر لعبه ممتازه، والبوستر بتاعها معبر عنها جدا ومعبر عن الثيم بتاع اللعبه والجيم ديزاين لو تفتكروه، والشخصيه الهيلث بتاع شخصيتك اللي معمول بالازرق. البوستر كمان ازرق، وزي ما احنا شايفين حاطط البطل بتاع سنتها بروك ليزنر، وحاطين ورا المصارعين وهم بيلعبوا وكده، مالناش دعوه بتحت، خلينا فوق. بعد كده ننتقل لبوستر توكي 2019 اللي كانت ممتازه وعملت كومباك لسلسله دبليو دبليو اي، ولكن يعني البوستر مش احسن حاجه وشكله كليشيه جدا، هم جايبين بس ان المصارع واقف عامل كده بس خلاص اللي بعده. ولكن هنلاقي ان في تطور في البوستر طبعا في السنوات اللي بعدها. كان مميز جدا بوستر 2K26 اللي كان فيه سي ام بانك ومعمول بشكل حلو جدا، معمول تكتشرز والافكتس بشكل حلو، وطبعا الباك جراوند مكتوب عليها سي ام بانك وهكذا. لا البوستر ممتاز، ما فيهوش اي تعديل او مش محتاج ان احنا نعدل عليه، اللي عمله بامتياز. طيب هنخش دلوقتي على لعبة Resident Evil 4 اللي فعلا كانت نازلة تكسر الدنيا وتحط يعني باوندريز جديدة جدا لسلسلة ريزنت ايفل ولكل العاب الرعب والاكشن اللي كانت في سنتها واللي بعد كده نزلت. مشكلة البوستر ده ان انت تحسه كل حاجة منفصلة عن بعضها، تحس كده ان هو معمول كولاج، تحس ان هو معمول يعني فوتوشوب رخيص جدا. ايه عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ان هو جايب لك الزومبيز واقفين كلهم مرصوصين ورا ليون كينيدي، وجايبين ليون معمول محطوط كده وراه جلو ابيض شكله مش حلو خالص، فصله جدا عن البوستر. اللي هو ممكن كنا نعمل كده نلاقي ان البوستر بتاعنا بقى بلندد اكتر، ان احنا بس نشيل البياض اللي وراه ونخلي ان في سواد، او حتى مفيش سواد بس انا عملت فيه سواد علشان يبهت كده، يدي بلندد افكت مع الخلفيه. وطبعا فوق احنا بس حمرنا حاجه بسيطه عشان يعمل هاير كونتراست، يبان العنوان من الخلفيه اللي هي فاتحه. طبعا بنشوف مع بعض بوسترات ريزنت ايفل 4 في اليابان اللي هي طبعا بتبقى ممتازه، والبوستر هنا برضو مبهم زي البوستر بتاع جي تي اي. وهنشوف برضو اللعبه الجايه بوستر مبهم جدا من اليابان. طبعا البوستر يعني رعب صرف زي ما احنا شايفين، هو عباره عن شجر طويل جدا، الخلفيه حمراء، يعني كونتراست طبعا احنا عارفينه، الاحمر والاسود دايما بيبقى حاجه رعب حاجه دم مش عارف ايه. وموقفين الزومبي اللي ماسك تشينسو او ماسك منشار كهرباء واقف كده مستنيك يعني تجيله. البوستر ده انا بالنسبه لي عجبني جدا، شايف ان هو من اقوى بوسترات الالعاب اللي موجود في العالم، مش هقول لك موجود في اليابان بس. واخيرا اخر لعبه معانا وهي سايلنت هيل 2 اللي طبعا البوستر بتاعها انا شايف ان هو كان روعه. البوستر فيه بنت محطوطه كده بالعرض، انت مش فاهم هو فيه ايه، مش فاهم هي خايفه من ايه او كده، ومكتوب قدامها سايلنت هيل 2، معمول افكتس كده تحس ان الموضوع يعني مش مريح، تحس ان هو بوستر رعب فعلا. وبتخش اللعبة وبتكتشف ان البوستر بينطبق على اللعبة تماما. بعد كده بنشوف مع بعض بوستر النسخة اليابانية، بنلاقي برضو مبهم زي ما قلت لكم، بتلاقي ان كل حاجة مش مفهومة، هو بس حاطط لك سيمبل كده، حاطط لك حاجة غريبة انت بتفهم منها ان اللعبة دي لعبة رعب. حتى هو كاتب لك ان طبعا بالياباني ان اللعبة دي مش اي حد يلعبها، وان هي لعبة بتحتوي على حاجات يعني عنف وكده. وبنيجي نشوف الريميك او البوستر بتاع النسخة الريميك سنة 2024، بنلاقيه زي ما احنا شايفين كده مش احسن حاجة من وجهة نظري. ليه؟ هو جايب لك راجل ماشي في الشارع اللي هو بطل اللعبة، وبص لفوق شايف مراته اللي هو بيدور عليها. طيب انت استفدت ايه؟ هو يعني بيحكي لك حكاية كده. انت البوستر المفروض يحكي حكاية بس مش بشكل مباشر جدا، لا انت بتحتاج ان هو يبقى اندايركت او حتى مباشر بس مش قوي كده. يعني حتى ايه، هو البوستر تحسه فاتح قوي، تحسه لعبة يعني في عالم غريب او في عالم برايت قوي، عالم مشرق قوي، لكن الموضوع عكس كده تماما. انت محتاج ان البوستر يبقى فيه مثلا زي ما احنا شايفين من تحت غامق كده، في حاجات غامقة، في شوية هاي كونتراست او تباين قوي علشان تحس بالبوستر بتاع اللعبة وتندمج فيه. لكن انت كده مديني حاجة بيضة قوي، الموضوع مش حلو خالص.
وكان محتاج شويه تعديل، وكان ممكن اصلا الفكره تتغير، بس هما شكلهم عملوه بسرعه، حتى معمول بجرافيكس اللعبه وكده، ده مش عيب ولا حاجه، بس كان محتاج يبقى فيه شويه تأني. طيب احنا كده خلصنا الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم اي تعليق او لو متفقين او مختلفين معايا يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس ونتكلم مع بعض، وممكن تبعتوا لي برايفت على انستجرام ايه البوسترات اللي بتعجبكم او مش بتعجبكم، وليه بتعجبكم او مش بتعجبكم. ممكن نعمل مع بعض حلقات نحلل فيها البوسترات اكتر وبشكل ادق، وكمان نعدل فيها ونعمل احسن فيرجن ممكن نطلعه من كل بوستر. وفي النهايه اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا اشتراك في القناه علشان الموضوع بيفرق جدا في الالجوريزم وكده، وان هي توصل لناس اكتر. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتعملوا كومنت رايكم في الفيديو، واستناكم في حلقه جديده. سلام.